الجو حر وفرهضة، يبقى الأكلة السريعة السهلة دي هي المنقذ السريع، أو كبسة الست إلهام، أو كبسة إلهام، أو حلة، أو كبسة الحلة الواحدة، زي ما أنت عايزة سميها، بس المهم إن أنت تعمليها وهتطلع معاكي في منتهى الجمال ومش هتاخد وقت، وهنعملها على النار من فوق، مش هندخلها غير تحت الشواية ثواني بس تاخد وش، لكن هي كل التسوية وكل القصة من فوق يعني نص ساعة بالكتير وتكون معاكي جاهزة. حاجة كده فاخر من الآخر. أول حاجة، لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي أمنية ودي قناتي، وأتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. يلا نسمي الله ونجيب حلة على النار وننزل فيها بقطعة من الزبدة، يعني حوالي 20 جرام، ومعلقتين كده من الزيت عشان الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش. وبعد كده هنستنى بس ان الزبده والزيت بتاعتنا، يعني الماده الدهنيه دي تسخن كويس جدا. وبعد كده هنبدا ننزل بقطع الفراخ. قطع الفراخ دي انا هنا كان عندي حوالي فرخه، وكنت عاملاها حوالي 8 قطع كده على اساس ان هي تستوي معايا بسرعه. تمام. هنبدا بقى ان احنا نشوحها على الجنب ده الاول، مش هنشوحها، هنحطها يعني حوالي 3 4 دقايق على ما نقطع معانا بصلتين كبار. وبعد كده هننزل بالبصل زي ما حضرتك شايفة، كمية البصل اللي تعجبك يعني زي ما انت عايزة. وكمان هنقطع فلفل ألوان أحمر وأصفر. عندك أحمر أصفر أخضر، هي بتحب الفلفل الألوان، بيدي طعم حلو جدا ومميز. وبعد كده هنجيب بقى البهارات اللي هقولك عليها دي، لومي وقرفة وبهارات فراخ وبابريكا وكمان مرقة دجاج وفلفل اسود، وهنبدأ ننزل بيهم كده. وطبعا لو ما عندكيش بهارات فراخ تقدري تضيفي نص معلقة من بودرة الزعفران، نص معلقة من الكركم هيديكي نفس الكلام، ونص معلقة من الكاري، كل ده هيديكي نفس الكلام. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا ونبدأ نقلب على الاتجاه التاني. كل قطعة من الدجاج هنقلبها على الاتجاه التاني. هي خلاص هتبدأ بقى ايه، تحسي ان لون الجلد غير، ابدأي اقلبي على طول معانا. حاجة كده رهيبة، هي تنفع طبعا بالورق بقى في خد الدجاج او بالاجنحة، بس طبعا هي بتبقى عايزة قطعة فراخ تكون كبيرة شوية، بالصدور بس اي حاجة. هنا خلاص بعد ما قلبناها مرة واتنين هنبدأ نضيف عليها كوباية واحدة من المية، ونسيبها نغطيها ونسيبها تغلي غلوة، يعني نحس ان هي خلاص استوت. يعني هنا لازم تستوي، يعني انت هتطلعيها هنا استواء كامل، مش هتطلعيها يعني كأنك مثلا قعدتيها نص ساعة، مش هتقعديها مثلا 10 دقايق وتطلعيها، لا هي هتقعد نص ساعة لحد لما المية اللي انت ضفتيها ومية الخضار تقل معاكي خالص، وهتبدأي تطلعيها من الحلة وتركنيها كده على جنب عشان هندخلها تحت الشواية تاخد وش. هنجيب بقى هنا الرز بتاعنا، هنا كوبايتين رز من الرز المصري المغسول. عايزة تعمليها برز بسمتي يبقى هتحطي كوباية واحدة على الكمية دي، وهتديكي نفس الكمية طبعا لان انتوا عارفين الرز البسمتي بيزيد. وهنسيب الرز يستوي وهنغطي عليه، طبعا متنسيش الملح. وبس كده، طبعا احنا حطيناها تحت شواية 5 دقايق. وبس كده هنبدأ بقى نسكب الرز بتاعنا كده وندلدق زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنعمل جنبها طبق سلطة، ولا أسهل ولا أروع، وحاجة كده فاخر من الآخر. وبجد يعني مش عارفين نشكر الست إلهام إزاي. أنا مش عارفة هي جزائرية ولا تونسية، بس هي على راسنا من فوق، سواء جزائرية أو تونسية أو مغربية، هم عموما كلهم إخواتنا العرب، ربنا يحفظهم جميعا. وكلنا بنتعلم من بعض، وكلنا بنستفاد من خبرات بعض. بجد تسلم ايديها وتسلم اختراعات الكبسة كلها على مستوى العالم عشان ما حدش يزعل. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وتصلوا على النبي في الكومنتات. وهنبدأ بقى نغرف وناكل بألف هنا وشفا. أتمنى الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسيبكم في حفظ الله وفي رعايته. ما تنسيش وانت واقفة في المطبخ تقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم ارزقني الصحة والبركة وراحة البال والأمان.
وارزقني بر اولادي. وبس كده، خلصنا يا ست الكل. حاجة كده في منتهى اللذاذة. هسيبك بقى مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.